السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. اتمنى ان شاء الله فيديو النهارده يعجبكم وتستفادوا منه. ما تنسونيش بدعوة حلوة من قلبكم، وكمان لو حابين ان انتوا تضغطوا لايك هكون مبسوطة جدا جدا، وده بيساعد ان الفيديو يترفع وناس اكتر تشوف. ولو حابين تشوفوني تاني ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اي فيديو جديد بينزل. فيديو النهارده سهل وسريع وب2 جرام خيط. فعارفين الشلة كاملة 100 جرام، عارفين دول بقى 2 جرام كده هتعملي بيهم احلى فراشة في الدنيا. وكمان تقدري تستخدميها كميدالية مفاتيح، تقدري كمان تحطيها جفت، وتقدري بدل الخيط ده تحطي له فصوص لولي كده، بيبقى شكلها قمة في الجمال. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه ونبتدي ازاي، ونسمي الله كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هنبتدي معايا بإبرة مقاس 3.5، وكمان هحتاج إبرة تنظيف ومقص، وطبعا الحاجات دي اساسيه معانا. وهحتاج اي خيط عندك بواقي، لو انت حابه تعملي بخيط عندك جديد مفيش اي مشكله يعني، بس انا بحاول ان انا زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت بحاول اديكوا اقل الامكانيات. شغلنا النهارده هيبقى معتمد اعتماد اساسي على الحلقه السحريه، فهسيب لك لينك الحلقه السحريه في صندوق الوصف لو انت مش بتعرفي تعمليها، ولو انت بتعمليها باي طريقه تانية مفيش اي مشاكل. الف الخيط كده على الابره واعمل الحلقة السحرية بتاعتي بالشكل ده كده، وهبتدي ارتفع 1 2 3 4 5 6 7 8 8 سلاسل. انا هعمل الجنب يعني بتاع الفراشة، تمام. فهبتدي ارتفع 8 سلاسل كده، وانا هشتغل شغلي كله في السلاسل من ورا، ظهر السلسلة من ورا في الكيرف ده، هشتغل فيه كده في الكيرفات اللي بتبقى ورا السلسلة نفسها كده. اول كيرف ده بيقابلني بشتغل فيه مش بسيبه، بشتغل فيه كده. ولو ضيق معاكي تقدري توسعيه بإبرة التنظيف كده شوية. معايا حلقتين على الإبرة، هدخل في الكيرف اللي بعده واسحب الخيط، هدخل في الكيرف اللي بعده واسحب الخيط، هدخل في الكيرفات كلها بتاعة ال8 سلاسل واسحب منهم الخيط، يعني كل واحدة هسحب منها الخيط وادخل في اللي بعدها اسحب منها الخيط، وهكذا. هدخل كده واسحب الخيط، وادخل كده كمان مرة واسحب الخيط. 1 2 3 4 5 6 7 8 كده. انا عاملة ال8 سلاسل بتوعي. هدخل بقى في الحلقة السحرية واسحب الخيط، وبعد كده الف الخيط على الابرة واسحبهم من 2 2. هسحب الخيط واخرجه من حلقتين، هلف الخيط واخرجه من حلقتين، هلف الخيط واخرجه من حلقتين، نفس الكلام. هفضل اخرج الخيط كده من حلقتين حلقتين لحد اخر حلقتين معايا بالشكل ده. بصوا ده كده هيبقى اكبر ضلع معايا عملته. فهبتدي اعمل تناقص بقى، فهدخل كده في الكيرف اللي ظاهر معايا ده، هدخل فيه واعمل غرزة منزلقة. اول كيرف هيقابلني هدخل واعمل فيه غرزة منزلقة، وهبتدي ادخل بقى في الكيرفات التانية هعمل نفس اللي عملته في السطر اللي فات. هدخل من الكيرف اسحب الخيط، وبعد كده ادخل في الكيرف اللي بعديه واسحب الخيط، وهكذا بنفس الطريقة معايا. يبقى انا بعمل تناقص، اول كيرف معايا بعمل فيه غرزة منزلقة بس كده. ايه كم غرزة معايا كده؟ 7 غرز معايا. هدخل في الحلقة السحرية بالشكل ده كده واسحب الخيط كده، بقوم 8. يبقى انا عاملة ال7 بتوعي، وبعد كده هاخد سلسلة يعني هاخد غرزة التامنة، وابتدي بقى ان انا الف الخيط واسحب من حلقتين حلقتين بالشكل ده كده. كده عملت تاني سطر معايا. هدخل برضو في الكيرف، بصوا في الكيرف اللي بعده ده هدخل اعمل منزلقة كده. بدل ما هما بقوا 7 سلاسل هيبقوا 6، يعني بدل ما هما 7 حلقات سوري هيبقوا 6 حلقات كده. تالت حلقة
رابع حلقة، خامس حلقة، وادي سادس حلقة. كده انا خلصت الستة بتوعي. هبتدي ادخل بقى في الحلقة السحرية وهسحب الخيط، وهلف الخيط على الابرة واسحبه من حلقتين، وهلف الخيط على الابرة واسحبه من حلقتين، وبرضو همشي بنفس الطريقة. تمام. هعمل برضو منزلقة، وكده مش هيبقوا معايا 6، هيبقوا معايا 5 حلقات بس. كده 4، كده 5 حلقات. هدخل برضو واعمل حلقة زيادة، وهبتدي الف الخيط على الابرة واخرج من حلقتين. ان شاء الله الشرح يكون واضح قدامكم. كده انا عملت اول جزئية. طب هعمل ايه بقى؟ هدخل في كل الكيرفات دي بمنزلقة كلهم. ادخل هنا اعمل منزلقة، وهدخل هنا كمان اعمل منزلقة، وهنا برضو منزلقة، بحيث ان انا ادي للشكل شيب كويس كده، او يعني مظهر كويس. وادخل في الحلقة السحرية برضو واعمل منزلقة، وبعد كده هرتفع 2 3 4 سلاسل. طب الاربعة دول بتوع ايه؟ بتوع الجزء الصغير ده. تمام. يبقى هرتفع 4 سلاسل، وهنا بقى مش هعمل تناقص ولا هعمل اي حاجة، انا هشتغل ال4 سلاسل بنفس الطريقة. هدخل في الكيرف من ورا السلسلة وهسحب الخيط، هدخل في الكيرف اللي بعده واسحب الخيط، وفي الكيرف اللي بعده واسحب الخيط. كده 4 سلاسل معايا. هدخل برضو في الحلقة السحرية واسحب الخيط، كده يبقوا بقوم 5، بقوم 5 حلقات. هلف الخيط على الابرة واخرج من حلقتين، والف الخيط على الابرة واخرج من حلقتين، وهلف الخيط كمان مرة على الابرة وهخرج من حلقتين، واخر حلقتين معايا هخرج فيهم بالشكل ده. وهفضل اشتغل كده. هدخل كده، الكيرف ده كان رخم معايا شوية، فوسعته كده بإبرة التنظيف، يعني بحيث ان هو يبقى فيه بس مساحة الإبرة تدخل. وهبتدي ادخل نفس الكلام وهسحب واعمل حلقات على الإبرة بالتساوي كده 4 برضو، ما عملتش اي تناقص. وهدخل بقى في الحلقة السحرية السحرية وهدخل اسحب الخيط، وبعد كده اعمل نفس اللي انا عملته في السطور اللي قبل كده، بخرج من كل حلقتين بس كده. انا هعمل هما سطرين 2 في المربع الصغير ده. هبتدي بقى ان انا اقفلهم كلهم بمنزلقة زي اللي انا عملته في اخر الشغل بتاعي في المربع اللي فات، او في الجزء اللي فات. هعمل كده كله منزلقة. وهدخل برضو في الحلقة السحرية واعمل، بصوا كده، هعمل منزلقة. تمام. وهرتفع 4 سلاسل تاني. تمام. وبرضو هعمل نفس الطريقة. هدخل في الكيرفات من ورا، اسحب الخيط كده واعمل حلقات على الابرة، 4 حلقات على الابرة. وهدخل في الحلقة السحرية اعمل حلقة كمان، يعني اسحب منها الخيط كده، هدخل كده واسحب الخيط كده، بقوا 5 حلقات. هلف الخيط واخرج من 2، وهلف الخيط واخرج من 2، وكمان من 2، ومن اخر 2 بالشكل ده. وهدخل في الكيرفات كلها برضو، مش هعمل تناقص في الاجزاء الصغيرة. انا عندي في الفراشة جزئين كبار اللي هما الجناحات، يعني اعتقد كده اللي هما الجناحات الكبيرة دي، والجزئين اللي هم بيبقوا صغيرين دول ما بعملش فيهم اي تناقص خالص كده بالشكل ده. وهدخل في الحلقة السحرية اعمل 5 حلقة، والف الخيط واخرج من كل حلقتين. كل حلقتين الف الخيط واخرج منهم، كل حلقتين الف الخيط واخرج منهم. كده انا عملت السطرين بتوع الجزء الصغير. هبتدي بقى اعمل منزلقة في كل الكيرفات معايا. في هنا هو الجزء الصغير ده بيبقى رخم شوية بس. كده عملت اول واحدة، تاني واحدة، تالت واحدة، والرابعة هدخل فيها كده في الحلقة السحرية. كده انا عملت الجزئين اهم. تمام.
هيوضح معايا الشكل كده. فاضل لي الجزء اللي هو اليمين ده، مش هقدر ان انا انفذه بالشكل اللي احنا عملناه في الاول، فانا هرتفع 1 2 3 4 5 5 سلاسل، وهشتغل برضو في الكيرفات اللي ورا. وهنا بقى مش هعمل تناقص زي ما عملت في الجزء الشمال، لا ده انا هعمل تزايد. بس انا دلوقتي في السطر الخامس مش هعمل اي تزايد، انا هشتغل في الكيرفات عادي خالص زي ما انتوا شايفين كده. هشتغل كده في الكيرفات، ادي 4 سلاسل 4 حلقات، ادي كده خامس حلقة معايا، ثانية، خامس حلقة، تمام. كده 5 حلقات معايا. هدخل في الحلقة السحرية واعمل حلقة زيادة، يبقى كده 6 حلقات. هلف الخيط واخرج من كل حلقتين بالشكل ده، تمام. هنا زي ما قلت لكم مش هعمل تناقص، انا هعمل تزايد علشان يبقى يطلع على كبير شوية. فهاخد سلسلة ارتفاع، يبقى دي سلسلة ارتفاع، بصوا هي دي كده، دي السلسلة الارتفاع، وهدخل في الكيرف بتاعها، هدخل في الكيرف ده، هدخل كده واعمل حلقة، وادخل في الكيرف اللي بعده واعمل حلقة، في الكيرف اللي بعده واعمل حلقة، كده 5 حلقات. هدخل كمان مرة واعمل حلقة عشان عملت غرزة زيادة هنا، ويبقى انا كده معايا 7 حلقات، وهخرج من كل حلقة، كل حلقتين سوري، وهرتفع سلسلة، وبرضو هعمل نفس الطريقة. هدخل كده في الكيرفات من ورا، يبقى انا اول جزء بدأته عملت تناقص، بدأته ب8 سلاسل، وبدأت ان انا اعمل تناقص لحد ما وصلناهم 5 سلاسل. طب في الجزء التاني بدأت ب5 سلاسل وبقيت اعمل تزايد لحد ما هوصل ل8 سلاسل. انتوا فاهمين؟ بالشكل ده كده. دول كده 7 سلاسل. هدخل واعمل الحلقة 7 حلقات، وبعد كده هدخل اعمل حلقة التامنة، معلش، واشتغل السطر ده كمان كده، وهرتفع سلسلة. يبقى كده ال8 حلقات بتوعي اهم، ادي خدت واحدة اهو، وهشتغل كده بالشكل ده كده. هدخل في كل كيرف اسحب الخيط كده 2 4 6، ادي 7، كده ناقص لي واحدة، ويبقى كده ال8 سلاسل بتوعي اللي انا اصلا بدأت بيهم. فهدخل في الحلقة السحرية واعمل حلقة كمان، وهخرج من كل حلقتين كده ببساطة وسهولة خالص، ومش محتاجة منك خيط كتير، زي ما قلتلكوا 2 جرام. وهنبدأ بقى ندخل في الكيرفات ونعمل منزلقة. ده كده اخر سطر معايا، هعمل بس فيه منزلقة عشان يبقى الشكل في النهاية حلو كده بالشكل ده. بكل بساطة يعني وسهولة، مش محتاجة خالص. بعد كده بشوف بس السلاسل قد ايه، وهدخل الحلقة السحرية اعمل منزلقة، وهاخد سلسلة تأمين للشغل بتاعي كده، واقص الخيط، وهسحب كده بالشكل ده. طبعا بقى الفراغ ده هشد كده الحلقة السحرية بتاعتي، هشدها كده جامد، بصوا بجد شكلها يعني very simple وكيوت قوي قوي، يعني انا حبيتها والله، التصوير ظالمها بجد. بصوا كده هربط بقى الخيط كده من ورا، هربط كده الخيط الدايرة السحرية وخيط النهاية، هربطهم كده من ورا كويس مرة واتنين. وبعد كده مش هكتفي بالربط بس، انا هجيب ابرة التنظيف وانضفهم واخفيهم كده واثبتهم ورا الفراشة كويس بالشكل ده كده.
على قد ما اقدر طبعا بخفي الشغل بتاعي كده بكل بساطة. ايه رأيكم لو عملنا جروب على الفيسبوك باسم القناة يعني، وكل واحدة فيكم تدخل تنزل اخر شغلها، ولو حد عنده اي استفسار اي سؤال يكتبه والفنانات يردوا على بعض، يعني جروب كده نساعد بيه بعض. ايه رأيكم؟ لو حد متحمس للفكرة دي اكتبولي تحت في الكومنتات وانا انفذها على طول بالشكل ده كده. بصوا بقى الحته بقى اللي في النص دي حرفيا، بصوا دي كده ممكن تحطوا فيها فصوص لولي، يعني تخيطوا كده الفصين لولي ولا 3. ممكن تعملوا بالخيط كده زي ما انا ما عملته. طبعا انا بوريكم ابسط الامكانيات، انتوا تقدروا تعملوا تحطوا مثلا فصوص اللولي دي في الخيط كده، يعني في النص كده ما بين يعني زي ما انا بعمل كده، بس تحطوا فيها لولي كده وتقوموا رابطينها، بيبقى شكلها جميل ولطيف. تقدروا ان انتوا بقى تلزقوا بقى الفراشة دي على الشغل بتاعك تزينيه. تقدري لو انت مثلا مطلوب منك اوردر ونفذتيه وكده، حابة ان انت تعملي جفت ومش عارفة تعملي ايه، ممكن تعملي ميدالية ولا ميداليتين كده، بيبقى شكلهم شيك قوي. بصوا جميلة. نبتدي بقى بعد ما ربطنا كده بنبتدي ان احنا نقص الخيط على مسافة كده بالشكل ده كده. ده الشكل بتاعها النهائي. يعني اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتستفادوا منه. ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة من قلبكم، ولو استفدتم من الفيديو حابين تضغطوا لايك هكون مبسوطة جدا جدا، ولو حابين تشوفوني تاني ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. هنا كنت بوريكم الميدالية، بس هي ما بتكونش كده لوحدها، هي بتكون فيها زي يعني اسمها ايه، بصوا بيكون فيها زي حلقات صغيرة كده فيها برضو، بس انا مش عارفة راحت فين بصراحة مني. وبيبقى شكلها حلو. طبعا الميدالية ما بتبقاش كده، يعني زي ما قلت لكم كده بيبقى فيها زي حلقات صغننة كده صغيرة خالص، بتبقى هي دي اللي بتدخليها في الفراشة. بتمنى ان انتوا تدعولي كتير قوي قوي، عشان انا الفترة اللي جاية هيكون عندي امتحانات وعندي كده شوية مواويل كده، فاتمنى ان انتوا تدعولي. وان شاء الله برضو هنزل لكم فيديوهات اكتر كمان باذن الله، انا مصورة كذا حاجة ان شاء الله هنزلها لكم قريب، فادعولي ودعموني كده بجد، دعمكم بيفرق معايا، واحنا بابسط الامكانيات نقدر نعمل حاجات حلوة كتير. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي على خير، دمتم بخير وبالف صحة